السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر الله وصلي على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الأيام دي ما فيش كلام إلا عن الفيلم بتاع حياة الماعز. وحياة الماعز الاسم وحده، يعني الاسم وحده لما تقراه انت لازم يشدك، لازم تدخل عليه. فيلم صورة شخص بلحية ومغبر والصحراء وراه، فالاسم وحده وصورة الفيلم، الافيش بتاع الفيلم يشدك ان انت اصلا تخش عليه على طول. وانا هنا لا جاي ادافع عن الفيلم ولا اني اشوف انه الفيلم مناقض، انا جاي بس انقل اللي شفته في الفيلم وماليش رأي. يعني هل هو فعلا حقيقي، هل فعلا احداثه حقيقية، الله اعلم. هل الاحداث دي مثلا بالفعل موجودة الحين، برضو مش موضوعي. يعني انا جاي انقل حاجة ترند عاوز انقلها لك يعني، وانت قول رأيك. لانه هو سبب غضب تقريبا في السعودية عموما، يعني بالذات في السعوديين. اما انا كمغترب هنا في الامارات حياتي كلها ما شفت بصراحة حاجة زي كده، بل بالعكس القانون هو فوق الجميع. فالفيلم يدور احداثه انه هم اتنين شابين هنود، ضحكت عليهم شركة تقريبا في الهند، وطلعوهم كده ايه زيارة، وطلعوا في المطار لا عارفين حد ولا لقوا حد مستنيهم ولا اي حاجة. المهم تدور الاحداث انه في ايه واحد شخص سعودي راح اخذهم، ودى واحد لقريبه ولا لصاحبه واخذ الثاني، فلا هو فاهمه ولا ده فاهمه ولا ده فاهم الثاني، فودى ايه للغنم. طبعا هو مش عارف يشتغل ومش عارف يعمل، فحدثت مشاكل بينه وبين صاحب الغنم وصاحب الحلال، فحاول الهرب. راح صاحب المزرعة اللي فيها الغنم طارده ورجعه تاني للمكان. تدور الاحداث انه هو تعذب وعاوز يرجع وما فيش فلوس وما فيش اكل، وصاحب المزرعة سابه بدون اكل، سابه على الاكل بتاع الغنم والشرب بتاع الغنم. طبعا الفيلم يعني يخليك برضو تكره الافلام الهندية وانك تشوفها من المدة الطويلة. يعني انت عاوز تسمع الفيلم عاوز تسمعه على 4 ايام، لانه استحالة تقول لك يجي 3 ساعات في فيلم واحد. واحنا في عصر دلوقتي بتاع الفيديوهات ابو دقيقتين و3 دقائق، زائد انه في حاجات كثيره ممله. الملل بتاع الافلام الهنديه اللي هو مشهد يتعمل في دقيقه ما يعملوه هم في 10 دقائق. كل شويه يروح ظريفك اغنيه تقول لها بتاع 7 دقائق. لكن الصوره حلوه، القصه حلوه، اللوكيشن بتاع التصوير حلو. الممثل حتى اختاروا الممثل بتاع اللي هو نجيب ديتي، جابوه. ده ما اعرفش، انا اول مره اشوفه ولا هو مشهور الله اعلم، بس ده منتهي اصلا. يعني هو من قبل ما يمثل فهو منتهي، فجابوه في فيلم المفروض انه يكون فيه منتهي يعني. فاختيار يعني موفق في نجيب ده اللي اختاروه يعني. ال الشخصيات العربية اللي فيه انا مش عارف ازاي جابوها، ازاي اللي كتب الفيلم ازاي جاب الشخصيات العربية. اظن انه هو يقال انه هو متصور في الاردن يعني، وهو الاحداث اللي بيتكلم عنه في التسعينات، يعني سنة 1990 او 91 او 92. يعني الكلام ده قبل 35 سنة، ما كانش فيه تواصل اجتماعي، ما كانتش الحياة اللي دلوقتي. يعني كانت الدنيا غير القوانين اللي الحين وغير الدنيا اتغيرت يعني، والبلاد اتغيرت وكانت طبيعة، حتى لو كان الموضوع حقيقي يعني، فطبيعة البدو اللي في الجبال بتكون هي قاسية أصلا حتى على أولاده. وأنا مش معبرر الأفعال اللي اتعملت دي، ولكن في نفس الوقت إنه لو الحكاية دي حقيقية يعني حاليا تحدث مع أي حد، فلما يشوف الفيلم دي يراجع نفسه. يعني إنه أنت علاقتك بينك وبين العامل دي ما هي إلا علاقة منفعة متبادلة يعني. أنت في هو ما يعمل عمل أنت ما تقدرش تعمله، وهو بياخد منك راتب هو مش لاقيه في حته ثانيه، فدي على فايده متبادله يعني. مش هو مستفاد منك لا انت مستفاد منه وهو مستفاد منك. فدي برضو فرصه انه اي حد، مش بس مثلا في الخليج او في السعوديه او في اي مكان في مصر، انت صاحب عمل وعندك ناس مشغلها عندك، يا اخي ارأف بالناس، خليك انت زيك زيهم، انت مش اعلى منيهم يعني عشان ربنا كرمك. ما هو ربنا في دقيقة بيزول النعمة من البني ادم يبقى شحات اكتر من الاول. حتى لو انت رب اسرة في بيتك يعني اولادك زي كده، ما تبقاش شديد، ما تبقاش
اللي هو دائما عبوس دائما. يعني الفيلم بصراحة انه بيرمي حجر في ماء راكدة في اي حتة في العالم. الاستغلال والاستبداد يعني غير مرغوب فيه. فيلم حياة الماعز هو فيلم فعلا هو جميل، يعني كقصة كلوكيشن كممثلين في المجمل حلو. اما في حاجات من جوا تقدر تتضايق منها وتكرهك في الافلام الهندية من هنا للسنة الجاية يعني. ف ده كانت رؤيتي للفيلم، رؤيتي ده يعني رؤيتي في الفيديو. ماليش رأي هو حقيقي مش حقيقي، هو كده. ولكن نسأل الله انه ايه يكون برضو ممكن هم عملوه بقصد، فلكن القصد يكون خير يعني لأي حد رب عمل أو رب أسرة، إنه يعدل من نفسه يعني. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.